يا زوهري، رسالتنا اليوم رسالة خطيرة جدا، رسالة مهمة جدا جدا جدا، لازم تستمع إليها. فيها أوامر وما توفيقي إلا بالله، لازم تتنفذ. أقسم بالله ما صدفة تظهر لك أو يظهر لك الرسالة دي أو الفيديو ده. أولا معكم صابرين والطاقات الإيجابية آتية برسالة من الروح للروح وما توفيقي إلا بالله. وخصوصا الرسالة دي مهمة لكل حد بيستمع ليها الآن، وليها شروط. بمعنى الناس اللي متعودة على القناة، كل التحية والامتنان والمحبة من قلبي لقلوبكم جميعا. الناس الجدد اللي دخلوا الفيديو ده ولو لصدفة، اعلم جيدا انها مش صدفة تظهر لك الرسالة دي، وهي رسالة مهمة جدا جدا جدا. رسالة هتاخد كل الأرواح اللي موجودة معي وبتسمعني الآن، وهو أمر من رب العالمين وما توفيقي إلا بالله. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لرحلة من الروح اللي هتجعلك تقف على أرض صلبة، هتفهم نفسك وما توفيقي إلا بالله. وحقيقي من بداية ما ابتديت أكتب الرسالة دي زي ما شعرت بيها بالظبط، أنا في حالة هدوء تام. رحلة بكلمات، ببشارات، بمعدل زمني مختلف، انت اللي هتفهمها. كل واحد موجود هنا آتت لي هذه الرسالة ليست بصدفة. وزي ما لسه قايلة من لحظات إنها تخليك تفهم حاجات كتير جدا في حياتك. زي ما هطلب من الجميع اللي موجود هنا غير أي فيديو سابق إن يحفظ الفيديو ده عنده لو ما عندهوش وقت دلوقتي للتركيز. وليه بعض الشروط كده. الفيديو ده هتحضر معك قلم، تحضر معك نوتس، كراسة، ورقة، المتواجد حاجة تسجل فيها اللي هتسمعه الآن وما توفيقي إلا بالله. لأن دي خطوات، دي أوامر إنك تعملها. وهي جات لي الرسالة بالطريقة دي، وبنقل لك الوصف وحديثي. وأعلم جيدا قد إيه الناس الموجودة هنا هي روحانية ربانية حقيقية، هي ليها رسالة، هي من شتى أنحاء العالم ومختلفين بجميع الثقافات واللغات. لا، اللحظة دي انتم مختلفين كمان في أعمالكم. نعلم جيدا ان ودي الدروس اللي بعلمها في القناة، لأنها قناة صابرين والطاقات الإيجابية هي عائلة روحانية كبيرة جدا بتعلم يعني إيه الروحاني الرباني الحقيقي، يعني إيه الطاقات النورانية الإيمانية الحقيقية. وبتلاقي نفسك اللي أنت كنت بتسمعه ده لا 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 لا، صفحة وبتتقفل وبتبدأ من جديد، حاجة جديدة بوعي أعلى، بفكر أعلى. والناس اللي بتدخل هنا عندها تعب روحي وكذا وكذا، بفضل وقوة لا إله إلا الله بيتم شفائها وبيتم إحياء روحها من أول وجديد، وبيظهر ليها نسخة جديدة. هو ده المضمون الحقيقي، إني أخليك تستخرج من نفسك أفضل نسخة ليك. وناس بتشعر بضعف أنا بخليك تقوى وما توفيقي إلا بالله، وأنا سبب من رب العالمين تقوى في الدنيا دي. ومهما تكون الحياة قوية أنا بخليك أقوى منها وتكمل وتحمي حياتك كلها بمسيرة ناجحة بناءة وما توفيقي إلا بالله. هبدأ الرسالة دي، بس أولا هصلي على حضرة رسول الله وهندعو مع بعضنا البعض. وأتمنى نفس التعليمات، جيب حاجة اشربها
حضر ورقة، حضر قلم عشان تركز جيدا، واشعر ان في اشخاص هنا هتستمع الرسالة دي كذا مرة كذا مرة، وطبق اللي انت بتشعر بيه، لان انت خارج من صحوة، فانت حاسس ان حتى تركيزك بطيء، وده طبيعي. ده طبيعي لما حد بيعيش في مكان مختلف، مش في يوم وليلة بيقدر ينسجم الروح مع الجسد. فكمل زي ما انت ما ماشي، واستمع لحسك الداخلي بقوة، وانت حقيقي، وهتفهم كل حاجة، وما توفيقي إلا بالله. وهنقول مع بعضنا البعض بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا، من درجة النبيون تحت لواء فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله جميعا، كل المشتركين في قناة صابون الطاقات الإيجابية، الداعمين ميزة السوبر شات والانتساب للاستمرار فيها لأكتر وقت، ويجعل لكم الأجر والنصيب من الثواب والدعوات. الناس الجدد هنا ترحيبي بكم، البستان زاد ورود، انتم أصحاب قناة وهتستمعوا ليها، وهتعرف ان ليك نصيب معنا في هذه الرسائل، وما توفيقي إلا بالله. هنبدأ بهذا الدعاء: اللهم افتح لنا كنوزك، وسخر لنا عبادك، وأبسط لنا رحمتك، ويسر لنا أسبابك، وأعطنا خير ثوابك، وكن لنا قريبا، ولدعوتنا مجيبا، وارض عنا رضا لا نحزن بعده أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. في ملحوظة كده، الناس اللي مشتركة أصلا في القناة ومتابعيني هيستغربوا لنبرة صوتي اليوم. ما تستغربش لأي حاجة من وقتنا الحالي، لأن انت في مرحلة تغيير تام، وهي الرسالة جاية لكم كده بطبعي ده، بطريقة صوتي ده، بيوصلها لقلبك بالطريقة دي، وما توفيقي إلا بالله. وأنا أعوذ بالله من قول أنا أمة الله الفقيرة إلى ربها. الرسالة انشلني أنا منها نهائي، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دي حصاد لنتائج أنت بذلتها في الحياة، مجهود، إبداع، إخلاص نية، دعوات، حاجات يعلمها أنت ورب العالمين، وهتستمع إليها، وما توفيقي إلا بالله. أولا، ودي أوامر آتية إليكم: رقم 1، لازم تجلس مع نفسك، وإن شاء الله مدة الفيديو مش هطوله عشان تحميله وتكلفته وكل هذا، ونبقى متواجدين في البث المباشر، وما توفيقي إلا بالله. أولا لازم تجلس مع نفسك. ثانيا، هتجيب ورقة وهتكتب الأولويات اللي تخصك، كل شيء يخصك وليه أولوية في حياتك هتكتبه، وده البند رقم 2. رقم 3، مين الأقرب ليكم بكل المحيط؟ أسرتك، صلة رحمك، أصدقائك. رابعا، ما هي نوع عملك؟ وفي اللحظة دي أنا بقدر أقولك إن الفيديو ده رايح لمجموعتين: مجموعة ثابتة وجودها في الحياة بالفعل، وليها كارير، وليها حياتها اللي ماشية فيها وهدفها ومعروفين. المجموعة التانية أشخاص بتبتدي تحط لها بصمة في الدنيا دي وفي الحياة. كملوا معنا وهتستفادوا، وما توفيقي إلا بالله. ولما أشعر بملحوظة ليكم هتلاقوني بقولها لكم. فهتكتب رابعا نوع عملك: انت ربة منزل، انت وظيفتك كذا، انت وظيفتك كذا،
انت تبحث عن كذا. اكتب الشيء اللي هتشعر بيه وما توفيقي الا بالله. وخصوصا وانت بتسمع قناتي وانت بتسمع رسايلي، لان بتظهر عندك موهبة انت ممكن تكون بطلتها من سنين، ودي من ضمن المتابعين اللي رجعتينا تاني مواهب، من ضمنها الرسم، من ضمنها الكتابة، من ضمنها الرياضة، حاجات احنا بقالنا زمن بعدين عنها. فانت بتشعر بفيديوهاتي وما توفيقي الا بالله بقوة عالية جدا من التفاعل الذهني والحس عندك وقدراتك على الكتابة، وعايز تحط كومنتات كتير. ومن ضمن الموجودين هنا شخصيات عامة معروفة في كل الدول يعني، ودي من ضمن الكومنتات ان احنا معروفين وكذا وكذا. وحتة ان نكتب كومنت فبيبقى حساباتنا متراقبة من متابعين ومن اشخاص ومن كذا. احنا ناس كتاب وناس لينا وضعنا وناس لينا اعمالنا وناس برضو من الشخصيات العامة هكذا، يوتيوبرات وهكذا يعني. فنعمل ايه؟ قلت لهم ورقة وقلم وسجل كل اللي انت عايز تكتبه ورايا في اي كومنت، لاني بيقولوا احنا عايزين نيجي نقعد نرد على كل كلمة انت بتقوليها. ودي كانت نصيحتي ليهم، فمعرفش ليه بقولها الان، اكيد حد محتاجها وما توفيقي الا بالله. زي ما حد محتاج يشرب، اتفضلوا اشربوا. وسجل ورايا كل شيء ليه، وارجع له تاني بعد نهاية الفيديو، وخصوصا لما يكون فيديو بتحدث فيه عن تعلم الروحانيات، لاني بدخل في مناقشات ومواضيع انت بتتفاعل معاها داخليا وخارجيا، وتلاقي نفسك عندك مهارات عايز تكتبها وتتذكر احداث من الماضي وهكذا يعني. فانت سجل، وبعد انتهاء الفيديو راجع كل اللي انت بتسجله، هتطلع بمعلومات هائلة وهتعرف ان انت روحان رباني حقيقي على فكرة. فالاهم من ده كله انك مرشد لمن حولك، يعني ده اللي يهمني، لاني بطلع بفئة كبيرة جدا من المرشدين ومن المعلمين لما غيرهم لوعي اعلى وتعلم بناء ومعرفة ان انت ماشي في طريق الصح وهكذا يعني. وده اللي هدفنا، اصناع امة جديدة مبنية على الحق وعلى التفاعل وعلى اليقين وعلى الايمان بالله وعلى التقوى وعلى المبادئ والقوانين اللي انت حاططها، اللي هو اصلا المولى جل علاه صنعنا بيها، وسبحان الله خلقنا بيها وموجودين بيها. فانت مصنوع وهتصنع الاشياء جميعها في الدنيا دي. كل شيء هيمر قدامك ليست بصدفة، انت هتعرف سر وجودك في الدنيا دي وفي الحياة دي، وهتبدأ هدفك. طب هل المجال ده مدام صابرين هو بيبقى عملنا الأساسي؟ انت مبدع في عملك وانت قائد. اما مجال الروحانيات والهبات اللي ربنا بيعطيها لك دي مش مهنتك اللي انت بتاكل وتشرب منها، عشان تبقى فاهم النقطة دي كويس جدا. بس طبعا بتخدمك في مهنتك بقوة وما توفيقي إلا بالله. وأعوذ بالله من قولي أنا كمرشدة للجميع لازم أحطك على الأسس السليمة وما توفيقي إلا بالله. فهتكتب نوع عملك، وطولت في النقطة دي شوية لأني أشخاص هنا بتبتدي في تعلم الروحانيات وبتبتدي برسم هدفهم، ومنهم اللي بقاله فترة مش كبيرة داخل القناة فحاسس بتغيير رهيب من الداخل. فابدأ وكمل معنا وما توفيقي إلا بالله، واشكر الله كتير. اتعلم ثقافتين، الامتنان لله والشكر لله على جميع النعم. خليك شكور بنعم الله. خامسا يا أحبابي، هتكتب الخطة القادمة اللي بتشعر بيها الآن. سادسا، وده أمر جايلك من ضمن الأوامر، إظهار نسختك الجديدة. وابدأ قول اللي تحبه واللي تنفره في الحياة دي. هتبدأ تقول أيوة، وهتبدأ تقول لأ، وهتسمع الدنيا كلها إني لأ. حتى لو ذوقك اختلف عن الأكل، ده بحبه ده لأ. طب ليه؟ ما انت كنت بتحبوه الأول. والله أذواق وبتختلف، عشان انت لازم تعرف مع مراحل حياتك العمرية، مع نضوجك، مع وصولك للي انت فيه الآن واللي انت وصلت له، ان انت اللي هتوصل له أعلى بكتير وما توفيقي إلا بالله. وهتعرف ان انت
يلي ماشي طول عمرك على قانون واحد، آراء واحدة، مخك عندي جدا اللي بتسمعوني، رأيكم زي ما بيقولوها كده، وتابعوني، لأن كلمات طبعا بشعر بيها من الروح غير اللي مسجلاه وما توفيقي إلا بالله كتابة، وبقدر أوصل لك المعلومة وكل اللي بشعر بيه بنفس الحالة ونفس الطاقة وما توفيقي إلا بالله. ففي حاجات بشعر بيها جديد، فأنتوا من صفاتكم إن يقول لك مخك تفكيرك من دماغك، أنت دماغك ليه بتعمل اللي أنت عايزه، رغم إن ممكن حد يقعد معاك في مناقشات كتيرة جدا أنت بتستخرج نسختك ورأيك، وأنت مخك زي ما بنقولها بالمصري كده ولغة البسطاء ناشف حجر، مخك حجر. فانت لازم هتتغير زي ما معتقداتك بتتغير، زي ما افكارك بتتغير، زي ما الذوق بيتغير، زي ما الجو بيتغير، زي اختلاف كل شيء حواليك بيتغير. انت لازم، ودي اوامر جايه لك، اوعى تمشي على النهج اللي انت ماشي عليه طول عمرك. انت المرحله اللي فاتت عانيت كتير ودخلت في ازمات كتير وصحوات كتير، واتجدد فكرك وايمانك بالله ويقينك عالي برب العالمين، وبقى عندك تغيير داخلي لازم يظهر التغيير ده حتى لو مخك رافضه. انت لازم تبقى ابسط واريح بكتير من الدوشة والوغش بمعنى اصح اللي في محيطك، بقى طاقات ظلامية تأتي على شكل اشخاص تخفض من طاقتك هكذا يعني. فيا رب تكون الرسالة قدرت أوصلها. أنت الآن يعني هدوء. فأنت عندكم اللي بتسمعوني وما توفيقي إلا بالله دعم قوي جدا جدا جدا، ودي رسالة هتدخل كالسهم في قلبك لكي تجعله يطمئن، وقبل القلب بمنطق الروح يعني وما توفيقي إلا بالله. فعندكم دعم قوي جدا جدا إلهي وملائكي، وأعوذ بالله من قولي أنا كمرشدة للجميع لكم وللأرواح الطاهرة النقية تأتي على هيئة أشخاص بيحطك على الطريق الصحيح لمعرفة من أنت وما رسالتك وما هو طريقك الحقيقي، لأنكم اتخلقتوا لرسالة على الأرض دي. انت روح حقيقية موجودة لجاي تعمر الكون. أي نعم انت. هل أنا أقدر أعمر الكون؟ أي نعم. وانت بتغير ثقافات وأفكار. انت وعي، انت نور، انت إبداع. انت الحقيقي في وسط عالم مزيف. انت المبادئ الحقيقية والقوانين الحقيقية اللي ربنا جعلها فيك واستخلصك واصطفاك عن الكثير من المخلوقات ومن العباد. لازم تكون قدها، ولازم تخلص نواياك، ولازم تقف على أرض ثابتة وتكون واثق بنفسك وممتن لله ولوجودك وللحياة ولمن يشبهوك في الدنيا دي. وما توفيقي إلا بالله. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المعيقات اللي في حياتك هتكتبها، لأنك هتبدأ بنسفها الآن، سواء كانوا أعداء، كانوا زيادة في الوزن، نقصان في الوزن، أو محيط سام حولك. هتنسف كل ده. كل ده بقوة الله يتم نسفه بنفسك. وما توفيقي إلا بالله. وبقوة الله ابدأ من الآن. اعمل دائرة للأشخاص اللي اخترتهم. ركز بالاختيار، لأنك هتقرر مين هيبدأ معاك بنسختك الجديدة، وهيكون داخل الدائرة دي يكمل معك
وما توفيقي إلا بالله. ثم هتزيل كل الشوائب ومش هتفكر غير بنفسك ومين هم اللي اخترتهم. أعيد لكم تاني، اللي هتختارهم هيحددوا لك الطريق. يعني لازم يكون اللي بتختارهم لا يكونوا أشخاص سامة ولا أشخاص معقدة ولا أشخاص حابة تعيش في دايرة المظلومين وفي جزء تاني ظالم عمالين يحاسبينوا عليهم. لازم يكون معاك أشخاص نقية، روح مرتاحة، روح بداخلها نور، مش روح عايزة تعيش في النور وهي كل المحاط بيها عالم ظلامي، وتقول أنا خير وأنا خيرة وأنا بعمل وأنا هعمل. لا لا لا، عمر الكلام ما كان دليل على وجودك. حقيقتك وبصمتك وتصديقك وهو تأييدك بمعنى أصح. فده مش هتلاقيه عند الكل، دي صفات فيك انت. أظن إن أنتوا فاهمين الجملة دي كويس. المجموعة التانية هنا، ودي لسه ذاكرة من ثواني، إن في هنا أرواح بدأت تتعلم وبتبدأ تثبت للكون كله إنها موجودة، هتبني شخصية من جديد. ما شاء الله، كمل معنا هتستفاد. والقناة هنا بسم الله ما شاء الله يعني مليئة بمكتبة كاملة لمعرفة وشرح من هم هؤلاء وصفاتهم وهكذا. ارجع تاني لمن يريد استكمال الطريق ونكمل لهم الرسالة. الجديد هنا انك ردت هستقبل الغنى، استقبل العلاقات الصحية، استقبل النمو، المهارات، استقبل الإبداع، استقبل الهدايا، استقبل القلوب النقية. أسمح بذلك في حياتي. الكون يا حبايب قلبي والأشخاص اللي تلاقي عندهم رقي يقول لك ده شخص راقي، شخص مهذب، شخص نقي جدا. تلاقي كمان في معدلات التعلم ان يقول لك ده في كورسات خاصة بازاي تتعلم الاتيكيت. طب هو الاتيكيت لغة وطبع وتعلم؟ ايوه طبعا، ايوه طبعا. وسبحان الله، وكان من ضمن دراساتي لاني خريجة سياحة وفنادق، كان الاتيكيت كان ليه تعلم وليه طريقة في الجلوس وفي حديثك وفي الكلام، حتى حركتك لما تتحدث في مجال علمي بتلاقي دايما ان ايديك هي القلم اللي بتكتب بيها كل خطوة، ولازم تكون ثابت، لازم الجسد ما يهتزش كتير، لازم حاجات كتيرة جدا بتكون في نمط الجسم والشكل تبعك. ومش عايزة أخوض في الحتة دي كتير، عايزة أقول بس عنها عناوين وما توفيقي إلا بالله. فمن ضمن علامات للتردد اللي انت فيه والشخصية والنسخة الجديدة النقاء، الرقي. فانت عشان تستقبل نعم رب العالمين انت بتسمح للكون كله، وهي لغة أدب وتهذيب دايما هتلاقيها في كتابنا في القرآن الكريم. ودايما أردد ان احنا دايما نبقى حامدين ذاكرين شاكرين لله ورسوله، ونحمد الله دائما وأبدا ان احنا مسلمين، ان احنا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ان احنا إسلامنا هو السلام الحقيقي، لأن الإسلام من سلم الناس من لسانه وأفعاله وأقواله. وديننا دين معاملات، أخلاق، تربية، وليس احتقار بديننا على باقي الأديان. لا، انت احمد المولى ان انت خلقت وورثت كتاب الله وخلقت من المسلمين، وتحمل دين من أعظم دين الأمم الإسلامية وهو الإسلام. انت بتحيي دين ورسالة الحبيب
دين الله ورسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. فانت اللي بتسمعني الان، وبرحب طبعا بكل موجودين هنا من الديانات الاخرى، احنا نؤمن بجميع الانبياء والرسل وما توفيقي الا بالله. عندكم قوة جذب قوية جدا جدا جدا، وسبحان الله لاسترجاع من يشبهك. يعني ايه؟ يعني انت يا جوهرة يلي موجود معي، واظن كتير جدا، يعني سبحان الله ما اشعر بيه اني امسك الحجر ده وابقى رافعاه بالطريقه دي مع السبحه، رغم ان التصوير ما كانش فيه خالص كده، وكنت هضيفها كده وخلاص، او احطها على جنب وخلاص كشكل حركه قدامي او كشكل هادي. انما كل شعوري في الفيديو ده هو مش عايزه شكل كتير، مش عايزه رسايل، مش عايزه ديكور فيه ثبت فيه مش عارفه ايه، ولا كتاب يظهر ولا اي حاجه. انا عايزه المكان هادي، زي الهدوء اللي بشعر بيه، زي طاقه هدوء سلام رزينه. لا حتى المحيط من ساعه ما صحيت مش سامع اي حاجه الا صوت عصافير، رغم اني في محيط شعبي، اني تحت البيت في سوق، في سوبر ماركت وحاجات كتير جدا، حركه باستمرار، مفيش اي صوت نهائي. فالحالة دي أنا داخلة فيها سبحان الله. وهنا رسالة أن ربنا بيقدر في ثانية يحيطك بنعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في حاجات مهما نكون بنشرح ما نقدرش نوصف ما بداخلنا. فأنا هتحرك من اللحظة دي للنقطة اللي بعدها، وما توفيقي إلا بالله. لأن أنتم أولا أولاد أصول اللي بتسمعوني، أصحاب شخصية وشخصية منفردة. فكل اللي موجود معايا هنا أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، وخد البشرات دي، لأن هقولك أبشر وما توفيقي إلا بالله. لأن قبل ما تحتاج لشيء سيأتي إليك. ترددك واصل بتردد عالي جدا 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 مع الكون، هيتحقق قبل ما تنطق بقوة الله. عندكم هبات قوية جدا قوية جدا جدا جدا، وهبات مختلفة، بس هذكر حاجة منها وهي قوة التسخير وما توفيقي إلا بالله. ودي منحها رب العالمين إليكم ما شاء الله. يعني انت في مرحلة ولا أروح، وما توفيقي إلا بالله. وأكبر دليل هتعرف فيها إن أنت بدأت هتشرب، هتاخد مشروب خاص بيك أيا كان إيه هو، هيبقى في فنجال، يعني الفنجال والطبق كامل، وده عكس اللي أنت متعود عليه. هتقولي أنا كنت بشرب أصلا في فنجال، وما تستقلش بالعلامة دي، خلي بالك منها. انا بشرب اصلا في الفنجال، ولا انت كنت بتشرب في الفنجال بس مش مهتم ان الطبق يكون الفنجال كامل بنفس الطبق تبعه، او مش مهتم تاخد الفنجال وتتحرك. المهم ان انت بتغير الوضع اللي جايلك عليه. لا انت الوقت ده هتقعد قاعده بقى رسميه، هتبقى موجود في كافيه، في اوتيل، هتبقى في اجتماع، في البيت عندك، هتتفاجئ ان انت بتعمل ليك حاجه وفي ناس بتصبها الان. يعني هنيئا لكم وما توفيقي الا بالله. فانت هتلاقي نفسك الوقت ده انت بتفكر بقى، بتكتب، بتستعد للتفكير، بتستعد لحاجه خاصه بمشروع عندك، هكذا. يعني انت لكم كاليري، يعني انا عارفه انا بكلم مين، ووصلاني طاقه الاشخاص كويس جدا يعني، وما توفيقي الا بالله. وده شعور من الروح، وهتعرف يعني ايه قوه الاشخاص النادره في الحادي، اللي انت اصلا تؤمن بالروح بايمان قوي جدا، وما توفيقي الا بالله، ودايما تبدع وتدخل في الحاله دي. فاعرف انها مش صدفه، وممكن تكون انت من الصدف انك تقابل حد زي امة الله الفقيره الى ربها. هقول رب اني لما انزلت الي من خير فقير. بس احنا هنا جميعنا نشبه بعضنا البعض، وتحياتي لكم جميعا. فانت ما كنتش مركز، يعني ممكن تحب تشرب القهوة في كوباية، هو مزاج،
مزاج. لا الوقت ده بالذات انت هتعمل مشروب في فنجان، في تحت الفنجان الطبق تبعك، هتشرب كده كامل متكامل، هتبقى قاعد سبحان الله. ليه بقى؟ لان الاشياء هتبقى بتستخدمها مكتملة. يلي بتسمعني من الآن، انت من الداخل والمظهر زي ما تكون كده بقيت رسمي مكلف. تخيل ان انا واخداك كده في موعد مع مدير، مع رئيس، مع حد هيحقق لك اللي انت بتتمناه ومشاريعك، فانت مكلف. انت الوقت ده لو انت الهدوم اللي عندك مش مناسبة، لا انا بروح اشتري حاجة تليق بالمقابلة الفلانية، بالقعدة الفلانية، بالشكل الفلاني، وتحس ان انت كده مستعد. عارف انت اللغة دي؟ واخد بالك لما يكون عندك مناسبة معينة والمناسبة دي انت حاببها وانت حد اساسي من الاسرة او من الافراد او مميز في الاصدقاء، فانت مش بتروح لا زي اي حد، لا ده لازم احضر السيارة، وما عنديش سيارة استأجر سيارة وبصرف واستأجر كل ما اتمناه في اللحظة دي، واحضر افضل الزي وافضل حتى تفاصيل الشنطة. تلاقي نفسك او المحفظة او الحزام بيهتم بالتفاصيل يعني. فالموضوع ده ما بيحصلش كتير الا لما تكون سبحان الله بقيت مكلف بمقابلة حد حواليك مهم جدا، وانتظار تبقى بأحسن صورة. أبشر، وانت اللي بتسمعني هتسافر. أي نعم هتسافر، والسفر هنا مش سفر من محافظة لمحافظة أو كده، لا انت من دولة لدول أخرى مختلفة، وده بالتدريج. هتعشق كل شيء، هتشعر بالعشق الحقيقي من أقل شيء حواليك، هتشعر بلغة العشق، بالاستمتاع الحقيقي، حتى الحديث تبعك. والحديث ده بتسمعه وانت مستمتع، ودي من العلامات انها ليك مستمتع جدا. انت بتدخل الآن بحالة من الهدوء، ودي علامة بانك بالتردد ده، وهنيئا لك. انت خايف لانك بتطلع من التقليد، خايف تفرح، خايف لحسن اشخاص تتغير عليك. اشبك طاقتك بطاقتي وروحك بروحي، ورحب بالتغيير، وامتني كتير لله جل علاه، وغير المرحلة دي، واللي يعلى عليك يخرج واغلق الباب وراه. انت حابب تطلب شيء وده مش طبعك، الأوامر بتقولك اطلب، واللي يقدرك يكمل ويشتريك. اسمح بالكلمات الثقيلة انها تخرج من فمك، اللي ما كنتش مسموح لك تطبقه زمان جايلك اوامر ان انت تطبقه. بمعنى انا اضرب لك امثال عشان الجميع يفهمها، يعني لان في اشخاص فهماني بالفعل، وفي اشخاص المواضيع دي بتبقى، وخصوصا لسه ذاكره ان كان في مجموعه بتتعلم جديد. زي مثلا انا اتربيت على قوانين معينه، عندي مبادئ معينه، من القوانين اتربيت عليها ان صعب جدا اطلب حاجه من حد، ان موال المال ده من رابع المستحيلات. يمكن اقرب مليك الاب الام ممكن كنت اطلب من والدي، انما كأم كاخوات كزوج تلاقي فيه احراج جدا في الموال ده.
فانت مرحلتك الجديده، لا انا مشغل، انا محتاجه منك كذا، اعملي كذا معايا، من صديقه، من حد اعرفه، انا طالبه منك 1 2 3، واسمع في اللحظه دي ايه ردهم او هيتغيروا معاك ازاي. دي اوامر جايه لك، خلي بالك. حتى لو في الوقت ده انت مش فاهمه، في ناس هتكتب لي هنا الموضوع ده حصل معايا بالفعل يا مدام سطرين، وشفت وش تاني خالص، والناس اتغيرت خالص وانسحبت خالص. انا عايزه كده، انا عايزه تقفل دايرتك. انا عايزاك كده بالطريقه دي. سيب اللي يقفل الباب يقفله، مالكش دعوه، دي اوامر جايه لك. هتقول لي ده انا بطلبها وانا محروق، او الكلام كان طالع صعب بس قلتها احسن. قولها، مالكش دعوه. مالكش دعوه، اطلبها. انا بشعر بناس هنا بتضحك بقوه، يعني لدرجه رجليها وايديها تخبط، وناس هنا صعقت لانها اتحطت في الموقف ده وخسرت. فانت بعدها هتفهم ليه، وهنيئا لكم، لان الكون لا يعترف الا بالمقايضه، المقابل. وتعريف المقايضه كنا زمان ندرسها، حتى لو خريجة سياحة وفنادق كان عندنا مادة تخص مبادئ والقانون. يعني يقولك المقايضة زي كده بتدرس مواد التجارة. المقايضة هي مبادلة سلعة بسلعة أخرى، ودايما يقولك ده زمان كان قانون التجار زمان وهكذا كانوا يتعاملوا في مصر بالمقايضة. المقايضة هي مبادلة سلعة بسلعة أخرى، هو ده الحقيقي، عشان تعرف إن الكون ماشي على التردد ده. وانا صوتي عالي في اللحظه دي، وما توفيقي الا بالله. فالكون مبني ويعترف بالتبادل، يعترف بالامتنان، بالتقدير، بالعطاء، ولا يعترف. الكون يعترف بالعطاء، ها ركز، ولا يعترف نهائي بالاستنزاف، بالاستغلال، بالشكوى. وحط على كل كلمة من اللي قلتهم دول، لأن قلت لكم سجلوا ورايا العكس. يعني الشكر اللي جاي منها الامتنان، شكور ممتن، عكسها ايه؟ المقابل اللي قصادها. هتلاقي نفسك من صفاتك ان انت كافور. هتقولي كلمة كفر دي صعبة قوي يا مدام صبري. لا، انت بتكفر بنعمة الله من غير ما تعرف. وذكرت لك مثل في وقت كان الشهر الكريم، وكطبيعة القناة هنا دعم من الجميع وبنعمل اطعام وهكذا، يعني تلاقي ان احنا دخلنا المرحلة دي كان اطعام الصائمين ومساهمات وتبرعات، حاجات كتير جدا. يعني دخلنا في المرحلة دي وبنطلع على الهوا ونطبخ ونقول ايه هي الاطعام اليوم ده كذا 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 وهكذا. يعني فمن ضمنها ذكرت لكم مثل رهيب جدا. قلت لك كان عندي كل حاجه في البيت والميه قطعت، والوقت ده كنت بعمل حاجات بيتي انا، يعني عزومه عندي انا وحاجات بيتي انا وهكذا. يعني فلما الميه قطعت انا نسيت كل حاجه عندي، ومش قاعده غير هم ما يلاقوش الا في وقت مفترق يقطعوا الميه. هو ما حصلش كده الا كذا، هو يعني الناس دي مش مسلمه، هي الناس دي مش صايمه، هي الناس دي ما عندهاش دم. وفضلت نتكلم، وده طبيعه كل حد بيسمعني هنا، خلي بالك. وفي لحظه لقيت نفسي بقول سبحان الله، لان انت هتلاقي تعريفي في علوم الروحانيات ان عالم الروحانيات اقرب من الكفر من الايمان. بينك وبين الكفر شعره، انت بتتعلم اقوى هبات مخلوقه فيك، بتطلعها في ارض الواقع وبتكون مسؤول فيها قصاد الجميع بتعلمهم. انت عامل نور جوهري، انت مركز اساسي للنضج والارشاد والتغيير. فالوقت ده قلت لك انا لما في لحظه قلت يعني انا سايبه كل نعم ربنا وماسكه في حته الماء اللي قطعت. طب شكرا يا ربي ان في طماطم، وان في حاجه بنعملها طيور، وان في اكل كذا متوفر عندي. طب ما انا احضر ده وعقبال ما الله المستعان لما الميه تيجي
وفضلت اشكر ربنا على النعم اللي موجوده عندي. ما كملتش نهايه تنظيف الحاجه لقيت الميه جت. مجرد ما ذكرت نعم الله اختفى عندي الوجود والقلق بالشعور الفقدان. فعشان تعرف ان دي هبات بتجيلك من طاقات ظلاميه. شوف هبات النورانيه اللي بتجيلك عامله ازاي. لا، في هبات ومسميات اخرى بتجيلك من الطاقات الظلاميه مش مباشر. كل اللي نعلمه عن الظلام ان حاجه توجع جسمي، حاجه تثقل في جسمي، حاجه تنمي. لا، ده في ظلام تاني بيجي يخص التفكير ويشل لك العقل ويشل لك لسانك وقت ما انت صاح وناضج ومش مسحور. قلت لك ده بتلاقي طاقات ظلاميه اسمها فشل، اسمها عدم اقدارك على تأدية المهمة، اسمها اني شوفي وضربت لك مثل يعني حاجه بتحصل لك كل يوم انت ممكن ما تكونش نهائي جت في بالك. الموضوع ده قطع الميه مجرد ما بلتيه واشكر ربنا في حاجه، هي الطاقه الظلاميه دي بتختفي نهائي. وبتلاقي كتر الشكر منح ليك نعم اكبر وما توفيقي الا بالله. وذكرتها للناس للتعلم يعني. فلازم تبص لكل حاجه بطريقه غير الناس، لان انت غيرهم. انت غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم. لازم تعرف الموضوع ده، ولازم تبقى واثق بنفسك وواثق برب العالمين. ومش حته ان انا واثق بربنا وبؤمن بربنا وخلاص، لا، وهو مش كلام، ده اليقين درجات يعني. فانتبه للنقط دي. فهنيئا لكم، انت بالفعل في الفيديو ده هتتاكد ان انت بالفعل اتغيرت. هنيئا لكم، الحياه بلغه جديده، لون جديد، معناه انك وصلت لعشق المعبود وانت عبد المعبود. بوصفك بحالة عشق حصلت عليها لانك عبد المعبود، يعني من اهل الله. وهنيئا وهنيئا هنيئا، ومن كان من اهله هنيئا له. عطايا الله البركة لانك انت المبارك. كنتم مع صابرين والطاقات الإيجابية، ويا رب أكون قدرت أنور الكثير من العقول ومن الأفكار، ويا رب أكون قدرت أوصل رسالة اللي شعرت بيها زي ما منحها الله إلي، وما توفيقي إلا بالله. وهنيئا لكم في أجمل مراحل العمر، وكل الشكر والامتنان لكل الداعمين لقناة صابرين والطاقات الإيجابية. كل اللي بيدعي لأبي، دي سبحة أبي، والكل غالي فقد. الدعوة المتوفي بتاخد لحظاتنا ما بينتظرها الأحبة. يا مخلصين اخلصوا لمن فقدتموهم، يا أوفوا بالعهود. هنيئا. وكل الشكر والامتنان لكل المنتسبين في القناة، لأن حقيقي طلبت منكم الانتساب ومحدش خذلني، وما توفيقي إلا بالله. لأن الانتساب بيرفع لي إحصائيات القناة، والله ما خذلتوني يا نورانيين. وكل الشكر والامتنان لكل الداعمين، ميزة السوبر شات والانتساب والمحفظة للقناة للاستمرار فيها، ولكم الأجر والنصيب من الثواب والدعوات. والناس اللي ما عندهاش الميزات دي في بلدها، والله ما هنحرمكم من الأجر، لكم نصيب من الثواب والدعوات. لأن أنا أعلم جيدا قوة المساعدة اللي عمال تعطوها، اللي عمال يرفع الفيديو باللايكات. وطبعا الناس اللي ثابته فعالياتها في الكون والحياة وماشيه مع نمط الفيديو ده، هي عاطت اللايك من اول لحظه يعني. وما توفيقي الا بالله، لان الناس دي متفعله في الكون حقيقي يعني، وفي التردد الجديد. وهي من ضمن صفاتها ان هي فعاله في كل شيء. فهنيئا لهم. والناس اللي بتشير الفيديو والبثات المباشر الدالة على الخير كفاعله، لكم النصيب من الأجر والثواب. الناس اللي ما عطتش لايك أنا مش بمنحها أي خير أنا بعمله، ولا بعطيها من أجري ومن ثوابي من رب العالمين معي. لا، أنا هقفل على طاقة أشخاص معينة اللي هم بيمنحوني الدعم والسلام والحب والمحبة، وبيدعموني ماديا وبيدعموني معنويا، وبيعطوني الهدايا، وبيعطوني الكلمات الجميلة والنصح والإرشاد. هؤلاء هم اللي في دايرتي،
إنما هطلع من دايرتي من أول الآن كل حد ما بيخدمنيش في الحادي، كل طاقة سامة، كل طاقة بتغزلني أو خذلت من حولي، مش همنح لهم الوفرة اللي رب العالمين عطاها لي وعطاها لمن يشبهوني. نحن جميعا في دائرة واحدة، بعيد عن أي حد سام، عن أي حد معقد، عن أي حد كفور بنعم الله، عن أي حد بيعطي عشان يقول أنا بعطي وليس دي من صفاته الداخلية. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل الشكر والامتنان من قلب لقلوبكم، وكل الحب والمحبة ليكم. وأظن بعت لكم بوسة ومحبة وسلام، ومن قلبي طاقة عالية جدا من التردد العالي للشفاء للجميع، ومن النور للجميع، وما توفيقي إلا بالله. وهذه عطايا من عطايا الله لأمة الله الفقيرة إلى ربها، زي ما دعواتي مستجابة للجميع. بدعو لكم الله يفيد عليكم من فائض خيره وليس جميعكم. الدعوة دي خاصة باللي بيمنحوا ليا الدعم المادي، الهدايا، المحبة، الامتنان، السلام، الفكر، العلم، جبر الخاطر. هؤلاء من أمنحهم الهبات دي فقط، وما توفيقي إلا بالله. لأني كل ما بخلص مع رب العالمين بيعطي ليا درجة عالية جدا من الإخلاص لمن حولي. فحقيقي من الأوامر اللي جات لي إني نقفل على بعضنا البعض، لأن إحنا مجموعة كبيرة جدا، آلاف مؤلفة موجودة في الكون دي لتغيير البشرية أجمعين. ونورنا من عند الله، عطايانا من عند الله، عهدنا من عند الله، وما توفيقي إلا بالله. والروحانيات هو العمل الصالح في القبر. فهؤلاء الأشخاص مميزون، أي نعم، هؤلاء الأشخاص هم وارثين الأب الصالح الجد الصالح، ينتسبوا لحضرة رسول الله. ومن الأشراف كنت مسبقا بجمع هؤلاء مع جميع الداخلين في القناة. لا، من الآن وصفكم غير، من الآن عددكم غير، من الآن ليس كل اللي يسمعني هو في الصفات دي. إحنا أرواح محدودة منحها الله نعم من نعمه الكثير والكثير والكثير والهبات الكثير. مالك الملك لما بيرضى عن عباده وقادر ان يعطي كل منكم ملك خاص به ومنفرد، وعلمنا هذا علم الانفراد. فانا بخص مجموعة محددة يفهموني جيدا وافهمهم، وكل الشكر والامتنان والتقدير ليكم. بحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.